countable and uncountable. قبل ما نتعرف على countable and uncountable nouns أو الأسماء اللي بتتعد والأسماء اللي ما بتتعدش، لازم نعرف الأول إيه هو الاسم أو الناون. الناون هو اسم أي شيء، زي مثلا اسم شخص، زي ما نقول ماري، آدم، نيكول وهكذا. أو ممكن يكون اسم مكان أو place، زي England، home، office، computer وهكذا. وممكن كمان يكون اسم شيء أو thing، زي cat، car، apple، table وهكذا. طب إزاي نعرف إن الكلمة دي noun أو اسم؟ ببساطة ممكن تعرف ده لو الكلمة جت بعد determiner. الdeterminers دول هم عبارة عن كلمات زي a، an، the، this، my و such. طب ناخد مثال the engineer أو المهندس. الكلمة دي كلمة engineer اسم لأنها جت بعد the. لو قلنا مثلا an apple، عرفت إن apple اسم علشان جت بعد an. my car عربيتي، this man الراجل ده. كمان ممكن نعرف إن الكلمة دي اسم لو جت بعد صفة أو adjective، زي مثلا لما نقول an ugly face، وش قبيح. كلمة face اسم لأنها ببساطة جت بعد صفة. وبرضو لما نقول a beautiful picture أو صورة جميلة، a nice dress أو فستان لطيف. النون في الجملة ليه وظيفتين، ممكن يجي يا إما فاعل أو مفعول به. الفاعل اللي هو السبجكت أو مفعول به اللي هو الأوبجكت. طب ناخد مثال The children play basketball. الأطفال بيلعبوا كرة سلة. هنا هنلاقي إن the children فاعل وباسكتبول مفعول به، والاتنين اسم أو noun. طيب إحنا دلوقتي عرفنا إيه هو الاسم. تعال بقى نتعرف على الأسماء اللي بتتعد والأسماء اللي ما بتتعدش، أو بمعنى تاني countable and uncountable nouns. ونبتدي بالأسماء اللي بتتعد أو countable. الاسم اللي بيتعد هو ببساطة أي شيء ممكن نعده، زي مثلا egg، dog، cat، car، house، boy، man وهكذا. كل الحاجات دي ممكن نعدها. يعني ممكن نقول مثلا 3 dogs 3 كلاب، أو 5 cats 5 قطط، أو 2 houses 2 أو 7 boys 7 ولاد وهكذا. ومن خصائص الاسم اللي ممكن نعده هو إن إحنا نقدر نحط قبليه a أو an للدلالة على المفرد أو singular. فنقول مثلا This is a dog. ده كلب. He bought a new shirt. اشترى قميص جديد. I have written the poem. أنا كتبت القصيدة. وكمان ممكن نستخدم a few أو القليل من، وكمان many أو كتير. الاتنين دول ممكن نستخدمهم مع الأسامي اللي بتتعد. فنقول مثلا I have a few papers. عندي شوية ورق قليلين. He owns many cars. عنده عربيات كتير. ولما نحب نعمل سؤال مع الأسماء اللي بتتعد بنستخدم how many. يعني مثلا نقول How many cars did you drive؟ قد إيه عدد العربيات اللي أنت سوقتها؟ How many songs did you listen to؟ قد إيه عدد الأغاني اللي أنت سمعتها؟ How many toys do you own؟ عندك كم لعبة؟ طيب تعال بقى نتعرف على الأسماء اللي ما بتتعدش أو uncountable nouns. الأسماء اللي ما بتتعدش اللي هي أسماء المواد أو substances، أو كمان المفاهيم أو concepts. طب اشمعنى دول؟ علشان دول ما بنقدرش نقسمهم لعناصر منفصلة. يعني مثلا happiness السعادة تقدر تقسمها music الموسيقى، bread العيش، tea الشاي، information المعلومات، luggage الأمتعة، water المية، electricity الكهرباء. كل الحاجات دي ما نقدرش نعدها، وبالتالي ما نقدرش نستخدم معاها a أو an. طب هل معنى كده إن أنا ما أقدرش مع الأسماء الuncountable دي أديلها أي كمية أو أقدر أعدها؟ لأ، ممكن تعدها بس باستخدام أدوات معينة، زي مثلا a loaf of. a loaf of بنستخدمها لما نيجي نعبر عن كمية من العيش. كلمة loaf يعني رغيف، فلما أقول I want a loaf of bread معنى كده إن أنا عايز رغيف عيش. طب لو عايز أقول 3
I want 3 loaves of bread. طيب لو عايزة أقول اديني شريحة من الجبنة، هقول a slice of. Please give me a slice of cheese. طب بالنسبة للمية، المية برضو ما بتتعدش. طب لو أنا عايزة أقول عايز إزازة مية، فأقول مثلا I want a bottle of water. لو عايز أكتر أبتدي أقول 2 bottles of water, 3 bottles of water، وهكذا. طب تعال نشوف بنستخدم إيه مع الرايس أو الساند. مع الاتنين بنستخدم a grain of أو حبة من. فلما أقول مثلا عايز حبة رز، I want a grain of rice. أو a grain of sand has caused me many eye problems. حبة الرمل دي عملت لي كتير من المشاكل في عينيا. لاحظ إن الأسماء اللي ما بتتعدش بتتعامل معاملة المفرد، يعني إنه بيجي بعدها في الجملة أفعال في حالة المفرد أو السنجولار. طب ناخد مثال. Coffee is a traditional drink in USA. القهوة مشروب تقليدي في الولايات المتحدة الأمريكية. Milk has many benefits. اللبن ليه فوائد كتيرة. لاحظنا في المثالين دول إن كلمة coffee وكلمة milk جه بعديهم فعل في حالة المفرد اللي هو is و has. لكن طبعا لو حطينا كلمات بتدل على الكمية قبل الاسم اللي ما بيتعدش، هنا بيتعامل معاملة الجمع أو البلورال. تعال ناخد مثال. 3 bottles of water are not enough for this trip. 3 إزازات من المية مش كفاية في الرحلة دي. هنا استخدمنا كلمة بتدل على الكمية اللي هي 3 bottles. علشان كده كان لازم نستخدم فعل بيدل على الجمع اللي هو تعال نشوف جدول بيحط الكلمات اللي بتستخدم مع الكلمات اللي ما بتتعدش. The word, the uncountable noun. A sip of, رشفة من. Tea, الشاي. A cube of, مكعب من. Ice, التلج. A tube of, أنبوبة من. Toothpaste, معجون الأسنان. A bar of, لوح من. Chocolate, الشوكولاتة. A sheet of, فرخ من. Paper, الورق. A jar of, برطمان من. Jam, المربى. A wisp of, خصلة من. Hair, الشعر. A drop of, نقطة من. Milk, اللبن. A spoon of, معلقة من. Sugar, السكر. ونقدر نستخدم some أو any مع الحاجات اللي ما بتتعدش، زي مثلا لما نقول I need some coffee. أنا محتاج لبعض القهوة. Do you have any rice? عندكم أي رز؟ كمان بنستخدم a little أو القليل من و much أو الكثير من مع ال uncountable nouns، زي مثلا لما نقول I have a little money. معايا فلوس قليلة. I do not have much rice. ما عنديش رز كتير. وعلشان نعمل سؤال من ال uncountable nouns بنستخدم how much، زي ما نقول How much ice do you want? عايز تلج قد إيه؟ وللإجابة نقول I want 3 cubes of ice. عايز 3 مكعبات من التلج. وفي أسماء بتستخدم كأسماء تعد، يعني ممكن نعدها، وأسماء ما تتعدش، زي مثلا لما نقول Adam has broken 3 windows today. آدم كسر 3 شبابيك النهاردة. هنا استخدمنا glass كاسم ممكن نعده أو يعد، عشان كده جت في حالة الجمع. Glass is a transparent material we use to make windows. هنا بقى الإزاز عبارة عن مادة شفافة بنستخدمها في عمل النوافذ، ده معنى الجملة. فاستخدمنا glass كاسم ما بيتعدش عشان هي جت هنا بمعنى substance أو المادة نفسها، فاستخدمنا معاها الفعل في حالة المفرد أو is. طب ناخد مثال تاني. Coffee is one of the most important export of Brazil. البن هو واحد من أهم صادرات البرازيل. هنا عملنا coffee كاسم لا يعد علشان هي بتمثل المادة الخام نفسها أو الماتيريال. لكن لو قلنا Please give me 1 coffee and 2 cups of tea. من فضلك اديني كوباية قهوة وكوبايتين شاي.
هنا استخدمنا coffee بمعنى مشروب القهوة، وبكده بقت اسم بيتعد. نفس الكلام بالنسبة لكلمة stone، لو هنستخدمها كاسم بيتعد زي مثلا لما نقول I picked up a stone، هيبقى المعنى إن أنا لقطت حجر من الأرض. طب لما أجي استخدمها بقى كماتيريال أو كمادة هقول إيه؟ The pharaohs have used stone to build their temples. الفراعنة استخدموا الحجارة علشان يبنوا معابدهم. هنلاقي برضو كلمة egg بمعنى بيضة بتستخدم كاسم يعد وكاسم لا يعد. يعني لما أقول مثلا I have eaten 3 eggs، أنا أكلت 3 بيضات، هنا egg اسم يعد. لكن لما أقول there is egg on your shirt، يعني في بيض على قميصك، هنا استخدمنا egg بمعنى المادة نفسها. كمان copper أو نحاس هنستخدمها في المثال ده بمعنى إنها حاجة ما بتتعدش، زي ما نقول إيه This bracelet is made of copper، الأسورة دي معمولة من نحاس. طب نستخدمها بقى إيه كاسم بيتعد؟ نقول I gave the girl 2 coppers، اديت البنت دي قطعتين من النحاس. تعالوا نشوف في الجدول ده أسماء ممكن تتعد وممكن ما تتعدش. countable، uncountable. hair الشعرة. There are 2 hairs in the soup، في شعرتين في الشوربة. Adam doesn't have much hair، آدم ما عندوش شعر كتير. noise، I heard a noise، أنا سمعت دوشة. I cannot study if there is noise، ما أقدرش أذاكر وفي دوشة.